عارف انت لو عملت لايك هحبك، ولو عملت كومنت هحبك اكتر، ولو عملت بقى شير هحبك اكتر واكتر واكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا حلوين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض جلاش باللحمة المفرومة. أسهل طريقة هتعملي بيها الجلاش من غير ما تديني سمنة بين الطبقات ويطلع معاكي مورق طري من جوه أكنك كده بتاكلي فطير بالظبط. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الجلاش هنعمله إزاي. حطيت طاسة على النار ومعلقتين كبار من السمنة، وأول ما سخنوا نزلت ببصلتين ضربتهم في الكبة. بعد ما البصله دبلت معايا كده نزلت باللحمه، بشوح اللحمه لحد ما لونها يتغير، وبعد كده بنزل بقرن فلفل ضرباه في الكبه. شوحت كل الكلام ده مع بعضه، وبعد كده نزلت بالبهار، معلقه فلفل اسمر، حبهان ومستكه، ورق لوري مطحون، وكمان حطيت السبع بهارات وظبطت الملح. بقلب البهار مع اللحمه وبحط ربع كوبايه من الميه وبهدي عليها خالص لحد ما تشرب الميه، وكده العصاج بقى جاهز معايا. الصينيه اللي انا هعمل فيها الجلاش وباخد المقاس بتاعها، بس لما تيجي تقطعي ما تقطعيش بزياده علشان اللحمه ما تقعش من الاطراف. طبعا لو انت عايزه قطعه الجلاش بتاعتك سميكه هتعمليها في صينيه صغيره، ولو انت عايزاها رفيعه اعمليها في صينيه كبيره شويه. بلف الورق كده وبلف في فوطة المطبخ على طول علشان ما ينشفش، والزوايد اللي طلعت ديت ما بنرميهاش طبعا، بنحطها بين طبقات الورق الجلاش لما نيجي نرصه. الصينية بطنتها كويس جدا بالسمنة، وبعد كده برص الورق. لفة الجلاش عاملة 20 ورقة، بحط 10 تحت و10 فوق، برصهم كده على طول من غير ما احط سمنة بين الطبقات ولا اي حاجة. ما تقلقيش هيطلع معاكي مورق. بصي مش هتصدقي ان ده مش محطوط له سمنه بين الطبقات. بحط الزوايد كده بتظبطي الورق، وبعد كده بنزل باللحمه. لو انت حابه بتعمليه بالجبنه والفلفل البسطرمه كده نفس الطريقه بالظبط، بس بدل ما تحطي لحمه هتحطي الجبن، تحطي اللي انت عايزه تحطيه. برص بقيه العشرة والزوايد حطيتها كده في النص، وبرص بقيه الورق. شايفين مفيش اسهل من كده، بترصي ورق وبس. طبعا حابه تقطعي مربعات، تقطعي سمبوكسات براحتك. انا بحب التقطيعه ديت. بعمل الاول علامه زائد، وبعد كده بعمل علامه في، وبمسك المربعات الصغيره اقطعها سمبوكسات. شايفين مفيش اسهل من كده. طبعا صينيه الجلاش دي صينيه مهمه جدا جدا في المناسبات، في رمضان، في الاعياد. بعد كده قدحت سمنه بقى، لازم تقدحيها، يعني تقدحيها تسخنيها كويس جدا. انا هنا حاطه سمنه على زبده، الزبده بتخلي الرقاق كده طري وبتديله لون حلو قوي. بوزع بقى السمنه والزبده كده كويس جدا بعد ما قدحت السمنه، وبتكي بايديا كده عشان اتاكد ان السمنه دخلت في كل حته في الصينيه. شايفين؟ طبعا انا مولعه الفرن على درجه حراره 200، بحطه في الرف الوسطاني، بحطها تشمع بس، وبعد كده بعمل لها بقى تشريبة اللي هتخلي صينية الجلاش في حتة تانية خالص. ندخلها الفرن، وتعالوا بقى نحضر التشريبة اللي هنسقي بيها صينية الجلاش بعد كده. يعني بعد 10 دقايق كده لما تشمع في الفرن. جبت بيضاية، جبت كوباية من اللبن، ومعلقة النشا. معلقة النشا دي سحر، المعلقة دي سحر، هي اللي تخلي الجلاش بتاعك اكنك بتاكلي فطير باللحمة المفرومة مش جلاش خالص. طبعا حطيت معلقة كبيرة من الخل عشان الزفارة، ما حطيتش فلفل اسمر عشان ما يغمقليش الجلاش. ويا سلام بقى كده معلقة الزبدة الحلوة ديت، معلقة القشطة، سوري معلش، حطيت معلقة كبيرة قشطة، بتخلي التشريبة دي تحفة، وكمان بتدي لون حلو قوي لصينية الجلاش. قلبيهم كويس جدا 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 عشان كلهم كده يختلطوا مع بعض. طبعا حطيت ربع معلقه كده من الملح كده. اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده الصينيه بعد ما اتشمعت معايا بسقيها بالتشريبه ديت. واهم حاجه تتاكدي ان التشريبه دي دخلت في كل حته كده في صينيه الجلاش، توزعيها كويس. وبعد كده بدخلها الفرن، بتقعد حوالي ربع ساعه وتطلع معاكي. شايفين مفيش اسهل من كده. دخلها الفرن. تعالوا نشوفها بقى لما طلعت كده. صينيه الجلاش بعد ما طلعت اللهم بارك تحفه، وريحتها كانت خطيره. بصوا خطيره. طبعا لو انت حباها طريه بزياده هتغطيها في كيس وبعدين بالفوطه، وبعد 10 دقايق تقطعيها. بتحبيها كريسبي هتسيبيها زي ما هي كده وتقطعيها وتقدميها. تحفه تحفه يا بنات. كده بقى الوصفة بتاعتنا خلصت. ان عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.